انطلاقة جديدة بنهج بعيد عن المقاربات التقليدية تمكن من رسم معالم مستقبل شعبة الإبل. يتطلب ذلك توحيد الجهود ولم الشمل، هدف أيضا يسعى لتحقيقه رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني. أنا حبيت نقول بلي الدولة راهي قابلة باش ترافقكم كل واحد في أي ميدان. يقول لي واحد دولة ما دارتش، حاب سي محمد قدمت لي دراسة قلت لي باللي هذه راح تنحي لي من كما قال الأمن الغذائي، راح ينقص لي من الفاتورة اللي راه البابور راه كل يوم يسربي عندي. قلت لي حاجة، قلت لي باللي عندي الموالين، قلت لي باللي عندي الناقة، قلت لي ما قلتليش. المقترحات تاعنا إن شاء الله راح يكونوا من يوم نهار الحد، ربما احنا نرفدوا كاع المعطيات اللي لازم يكونوا هنا عندكم في الغواط والولايات الاخرين، لان راهم حاضرين الولايات الاخرين معنا، مي خاصه في الولايه تاعكم طالق لم الشمل من هذه الولايه. نحن امام تحدي ان نكون او لا نكون، وسنكون. بهذه العبارات وصف مربو الإبل استعدادهم لخوض التحدي. رانا في الضايع القبليه لحليب الناقه في ولايه الاغواط، رانا معنا مربيين وحنايا منتجين الحليب هو في ولايه الاغواط. جينا مع الكونفدراليه والمجلس المهني والمربين، ورانا اليوم والبياطي راهي كثر خيرهم، رانا اليوم نعطوا اقتصاديه الابل. حابين هذه الثروه القوميه نخرجوها للسوق المحلي والعالميه باذن الله. حابين نعطوها تثمين في حليبها، في اوبارها. شوفي الاوبار في العالم عندها اسعار خياليه، هنا راها ترمى في حليبها، في تثمين منتوجاتها. يصل فيها حوالي واحد 6 انواع، كاين اللاهيه، كاين شعبيه، كاين كرديه، كاين القواطيه. وهذه يعني فيها القواطيه كما هذه القواطيه، وهذه هذولا الشعامه يعني احنا راهم خالطين براس معليش. تهيئة أرضية إنتاج حليب الإبل خطوة تتطلب تضافر جهود الجميع لما ستضمنه من وفرة في مادة الحليب وإنعاش الاقتصاد الوطني.